سميت ابنك عصام. عصام عبد الخالق. عصام عبد الخالق وابل عبد القادر. انت اخدت علاج او عملت علاج طبيعي او اخدت ادويه؟ اديت ادويه. خدت ادويه كتير وما عجبتش نتيجه. هو ده اللي خدناه من المحاماه. محامي. هو ده اللي خدناه من المحاماه. تعبنا. السلام عليكم. معك يا دكتور. وعليكم السلام. الف سلامه. ايه الف سلامه لحضرتك. طمني عليك، ايه المشكله؟ احكي لي. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمني عليك، ايه المشكله؟ عندي مشكله في الظهر. تمام. درت السكانير. الطبيب قال لي عندك A4 A5. المشكله انه عندي دولور كما نقولوا ألم في الظهر حتى اسفل القدم. كانت القدم اليسرى دروك انا في القدم اليمنى بمعنى القدمين. الوقوف ما نقدرش نتوقف اكثر من 5 دقائق. المشي ما نقدرش نمشي اكثر من 100 متر. تمام. يعني كون نمشي اكثر من 100 متر يجيني الضرر من الظهر حتى لاسفل القدم. تمام. طيب ان شاء الله الفتره اللي فاتت انت اخدت علاج او عملت علاج طبيعي او اخدت ادويه؟ درت ادويه. خدت ادويه كتير وما عجبتش نتيجه. عجبتش. الوزن قد ايه؟ ما جابش نتيجه. الوزن يا استاذ، الوزن تاعك؟ الوزن تاعي 84 والطول 81. طبيعه الشغل فيها توطيه او شيل او حط او كتابه؟ نفس الحكايه. نفس الحكايه. في اجهاد للظهر. نفس الاجهاد. حاضر، هنحاول نساعد حضرتك مبدئيا. وعايز اقول لحضرتك بس زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه، احنا ممكن نكتب ادويه، لكن في نقطتين مهمين. لو طبيعه الشغل والحياه بتؤدي الى اجهاد الظهر واستمر هذا الاسلوب مستمر، يبقى العلاج حتى لو عملنا عمليه او تدخل جراحي مش هيجيب نتيجه. لكن جزء مهم من المساله رقم 1 هنكتب ادويه اللي هي تقلل الالتهاب وتعمل باسط للعضلات وتقلل الالتهاب وتحسن الوضع التشريحي للانفلاميشن او الالتهاب الموجود. لكن لازم نعمل تعديل لاسلوب حياتنا، لانه لو ما عملناش تعديل لاسلوب حياتنا هيبقى احنا ما عملناش حاجه. بمعنى اخر، لو انا عندي واحد واقف بيولع حريقه، بيعمل فاير كل شويه بيولع، وبعدين جبنا عربيه المطافي وعربيه المطافي دي طفت الحريقه ومشيت، وهو ولع تاني هتولع تاني هتولع تالت. اذا ببساطه شديده الوصفه اللي احنا طالبينها 1 ادويه. هنكتب الادويه النهارده. في بدايه الادويه لازم راحه، اقصى قدر من الراحه لمده 2 أسبوع. ان انا ادي لنفسي العمودي الفقري راحه لمده 2 أسبوع. طب وبعد ما نرتاح الاسبوعين ارجع تاني اشتغل زي ما انا عايز، لكن برفق، بشكل ما فيهوش اجهاد. ان انا اقعد كل شويه، ان انا ما اقفش فترات طويله، ان انا ما اشيلش احمال تقيله، ان انا وانا قاعد على المكتب او بعمل اعمال مكتبيه على اللاب او تاب او في الشغل لازم كل شويه اقوم اغير وضعي. لازم الوضع ما يبقاش كده، يبقى حاجه عاليه بحيث ان انا ابقى قاعد مظبوط. وضع الكرسي، المسند، كل ما الكرسي بتاعي عالي كل ما هنكفي كده، لكن كل ما وطي الكرسي كل ما اعدل نفسي. كل الكلام ده لازم ناخد بالنا منه. وان شاء الله احنا هنبقى محتاجين صور الاشعه تبعتها لنا، وان شاء الله لو احتاجنا بقى ممكن نطمن عليك ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. الف سلامه ليك. هو ده اللي خدناه من المحاماه. محامي. هو ده اللي خدناه من المحاماه. تعبنا. دكتور اكتب له وصفه. اكتب له وصفه. طبعا كل ده اجهاد. سميت ابنك عصام. عصام عبد الخالق. عصام عبد الخالق وابل عبد القادر. نعم. كل سنه وانت طيب. انا بس بسلم عليك، وان شاء الله نتقابل على خير ان شاء الله يا رب. وتسلم لي على عصام عبد الخالق ابنك. ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. بس انت ايه اللي خلاك تسمي ابنك على اسمي؟ طيب انا لما جيت عندك على ظهري جيت عملت عندك فحص على العمود الفقري وعطيتني ادويه وكان الحمد لله تمام. الحمد لله. ربنا يعافيك ويشفيك يا رب، ودايما نشوفك بخير. امين ان شاء الله. وسلم لي على عصام كتير. شكرا حبيبي. نشوفك على